خليني أقولك بعض مزايا الجواز في بيت العيلة، وفي النهاية هتكتشفي بنفسك إن اللي ما اتجوزتش في بيت حماتها الفرح والهنا فاتها، واللي ما اتجوزتش في بيت عيلة جوزها هتفضل طول عمرها لو يا جوزها. زي كده دلوقتي يا مدام لما تكوني في بيت عيلة جوزك مش هيجي كل شويه يقولك البسي عشان رايحين لماما. ليه؟ لانكم اساسا قاعدين عند ماما، فالاوبشن ده مش موجود. مش حاجه اسمها البسي يا شيماء رايحين لماما، لا، انت قاعده في البيت عند ماما، انت عند ماما لابسه قاعده جاهزه عند ماما. بعدين انت هتخرجي من بيت عيلتك، انت مامتك وباباكي واخواتك القرود الحلوين، على بيت عيله تاني مامته وباباه واخواته الغزلان، اخواته البنات الغزلان. ها، مامتك باباكي حماكي وحماتك. ايه المشكله؟ فين الفروق؟ طلعي الفروقات ولا اي فرق. والله بقى وحشك مج نسكافيه بتاعك، خدي معاكي وانت رايحه، وما تنسيش تاخدي الشاحن بتاعك. بس كده، اظن كده ما عندكش حاجه، خدتي كل حاجتك.